أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء لقناة كيو بي سي من بغداد مع المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح. سنتناول في هذا اللقاء العديد من الملفات الإقليمية والمحلية وتداعيات الأزمات في المنطقة على الداخل العراقي وعلى الاقتصاد العراقي. بعد التحية أهلا بك معنا. أهلا حيدر، أهلا بك وبالقناة. نعم. نبدأ من أزمة مضيق خرمز وتداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد العراقي، كيف انعكست وكيف واجهتم الأزمة؟ نعم، تعرف الاندلاع هذه الأزمة بدأ ب 28 فبراير أو شباط كما نسميه، وبدأت التأثيرات بالتدريج. يعني الأشهر الأولى، الشهرين الأولى ما كانت واضحة الأزمة، لأن عادة أكو شحنات النفط مواردها تجي متأخرة يعني، فكانت قليلة يعني، لكن تأثرت سلاسل التوريد بالتدريج، بدأت تتأثر عبر الخليج. اليوم احنا دخلنا في قلب الأزمة في الوقت الحاضر، وقلب الأزمة يعني أنه أكو تأثيرات في العوائد المالية للبلاد. تعرف البلد يعتمد 90% من إيرادات الموازنة العامة عن النفط. اليوم الإيرادات تشكل 10% في الوقت الحاضر، ماخذين بنظر الاعتبار حصص شركات، جولات تراخيص، ياخذون النفط إلى آخره، وبالتالي التأثيرات يعني بدأت تظهر. المؤشرات الدولية تقول بشهر نيسان الماضي يعني كان تراجع الاقتصادي حوالي 6.7، يعني كل 100 دينار خسر، أو كل 100 دولار خسر 6 دولارات فاصلة 7. اليوم أنا أتصور صار أكثر من 10، وكل ما تتعمق الأزمة خسائر الاقتصاد تأخذ نقاط أكثر يعني. ما هي الحلول برأيك المقترحة من قبل الحكومة الجديدة يعني؟ نعم، الحكومة الجديدة واجهت اقتصاد أزمة، فهي في خضم إدارة اقتصاد الأزمة، بدليل أن الموازنة اليوم هي موازنة إدارة أزمة، لا توجد موازنة، وإنما خلينا نقول يوم بيوم وتدار الأمور المالية، يعني إيراداتها ونفقاتها وتمويل العجز بالمعنى هذا. الاعتماد الأساسي بالحقيقة على احتياطات العراق من العملة الأجنبية كانت ساندة، والبنك المركزي العراقي يستخدم سياسة يسموها التكييف النقدي، يعني قدر الإمكان أنه بدأت يسهل أمر السياسة المالية، يخصم حوالات الخزينة أو سندات الخزينة اللي عادة تحوز عليها المصارف الحكومية، والمصارف الحكومية عادة تهيمن على 85% من الجهاز المصرفي، فكل ما يصير نقص بالسيولة يصير خصم لها وين؟ داخل البنك المركزي، ويصير تمويل، يعني عملية تمويل، خصم الحوالات، السوق يضغط، يطلب عملة أجنبية، الاحتياطيات تلبي في الوقت الحاضر، يعني هي لا زالت جيدة يعني وفق المعايير كفاءة الاحتياطيات، هي تكفي أكثر من 12 شهر يعني بالمقياس العالمي 3 أشهر كافية، لكن احنا بلدنا صار وضع لحد الآن جيد. الأسعار مستقرة، هو أهم شيء هذا. صار تضخم بسيط يعني على المستوى السنوي يقاس شهر وشهر، طفر من 3.5 إلى 4.5%، يعني لا زال يعتبر هو ضمن حيز النطاق المعقول. الدولة طبعا تقدم دعم كبير، تقدم دعم بالوقود، بالسلة الغذائية اللي تشمل حوالي 40 مليون عراقي، خدمات حكومية تقريبا شبه مجانية، لذلك هذا مسيطر على الطفرات السعرية يعني. لكن تعرف هاي الأزمة إذا استمرت عمقت طبعا لها آثار خطيرة. احنا اليوم الموازنة العامة تقريبا إيراداتها النفطية ما تشكل 10% من معدلاتها التاريخية، اللي كنا نصدر 3.4 مليون برميل يوميا اليوم. هل لذلك علاقة بتصنيف صندوق النقد الدولي العراق أكبر؟ أي طبعا، هو خلانا طبعا الصندوق خلى العراق تحت محاذير، هو منطقة الخليج كلها يعني، بس احنا منطقة الحرب كلها يعني، منطقة الجغرافيا السياسية اللي متأثرة بالحرب، والعراق أكثر بلد متأثر. العراق هو أساسا بلد عجز يعني، احنا مو حالنا حال بلدان الخليج اللي عندها فوائد مالية، عندها صناديق سيادية، عندها يعني خلينا نقول روافع مالية جيدة. احنا ما عندنا بصراحة يعني هذا الإرث اللي من الحروب والصراعات وهكذا يعني. لكن احتياطات البنك المركزية تعتبر الصندوق الشبه السيادي أنا أسميه، وسندتنا فعلا في الوقت الحاضر، لكن ما تبقى للأبد يعني، هاي مو مسألة يعني للأبد، لأن إيرادات الاحتياطات يراد لها يعني تعويض، خلينا نقول بهالمعنى هذا. فإحنا بشكل عام نعتبر الأزمة أقصى ما يمكن تحمله إلى أكتوبر القادم يعني، ولذلك هو أثار 3 نقاط رئيس الوزراء بالبرنامج ماله، أنه مؤسسات السوق يجب أن تكون معرفة أمام الهيئات الضريبية،
وهي جزء من الحوكمة مالتها يعني. وتكون بنفس الوقت منتمية إلى صناديق الضمان الاجتماعي للعاملين ورجال الأعمال. والنقطة الثالثة تكون واضحة في سوق عمل، يعني عرض وطلب العمل كلش واضح أمامها يعني بشفافية عالية. وبالتالي هذا هو تعريف مؤسسات السوق. هذا شو رتب إعلان ثلاث هيئات، تشكيل 3 هيئات برعاية رئاسة الوزراء وسيد الوزراء. الهيئة الأولى أولا مكافحة الفساد، اللي هو المجلس السيادي لمكافحة الفساد، وهذا يتألف من ائتلاف بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطات النزاهة يعني نقطة تفاهم مهمة جدا. صح فصل بين السلطات، لكن التنسيق بين السلطات مهم، تعرف، خصوصا في الأزمات يعني. الأزمات، وإحنا عندنا فساد نظمي كبير يعني موروث هذا. فهو راح يصدى لأهم نقطة تأثر في مناخ الاستثمار. لذلك هو يعتمد يعني الاتجاه ماله أنه بالحقيقة العراق يكون حاضنة للاستثمار. العراق تاسع بلد في العالم من حيث الموارد الطبيعية، وإلى قدرة على الاستثمار بشكل عجيب بالموارد الطبيعية مالته. إذن التحرك اليوم نحو الفساد والتهرب الضريبي، مكافحة الفساد والتهرب الضريبي نقطة أساسية حتى يحول السوق إلى سوق مؤسسات بصراحة، وبنفس الوقت ينقي مناخ الاستثمار ودالة الإنتاج تعمل بشكل صحيح. هل هناك خطط لجذب استثمارات مثلا نعم. أجنبية غير نفطية في نعم. ظل ما حصل هو الاعتماد على الإيرادات النفطية؟ نعم. هو كان أزمة كبيرة. أنطى إشارة مهمة، شكل مجلس الاستثمار برئاسته، وهذا مهم جدا يعني. لا تترك للمؤسسات البيروقراطية. إذا تترك الاستثمار المؤسسات البيروقراطية، شفت معاملة في اليوم أنا العفو على سبيل المثال بها 150 توقيع بيروقراطي، والمعاملة لم تنجز لمستثمر. يعني أنا ضاع الموضوع السبجك، ضاع بالتواقيع والاستثمار ماكو. أنا أعتقد هاي المرحلة انتهت بالعراق. رئيس الوزراء هو رئيس الهيئة المشرفة على يعني تقوية الاستثمارات المتدفقة للعراق بالذات، والعراق بيئة حاضنة للاستثمارات. هذا يقلل من كلفة، أكو كلف كبيرة موروثة. لم تقر ميزانية العراق عام 2026 لحد الآن. نعم. ما هو أثر ذلك؟ السبب الأساسي أنه احنا راح ندخل في الشهر السابع قريبا، وبالتالي العراق يعيش في أزمة. هاي الأزمة تعرف النفط يشكل 90% من موارد الموازنة، فأنت شلون تخطط لسنة مالية محرومة من 90% من موارده، وتحتاج على آليات اقتراض داخلية بشكل هذا يعني. ذلك التمويل هو تمويل استثنائي يعني كله. فأزمة ميزانية تخطط في ظروف أزمة مو صحيحة. الموازنة العفو الموازنة هو تخطيط لمدة سنة في ظرف مستقر، يعطي إشارة مستقرة. أنت تخطط في ظرف سنة وأنت بأزمة، أكو تعارض يعني بالمفاهيم. فأنا أعتقد هاي السنة راح تعدي، أعتقد هيك تقديري الشخصي صعب قرار موازنة يعني الموازنة على شنو تخطط، على شنو يعني نفط مقدر تصدر. لذلك تحدثت حضرتك عن موازنة 2027. نعم. هل هناك يعني توقعات عفوا نعم. أو ما هي توقعاتكم لنسب نعم. النمو؟ هو احنا عادة نعمل، راح تسألني شلون تعملون يعني. إذا ماكو قانون موازنة، أكو قانون الإدارة المالية رقم 6 سنة 2019 المعدل. قانون الإدارة المالية الاتحادي هو البديل في حالة غياب موازنة، بمادة مهمة اسمها مادة 13 يقول للحكومة أن تصرف 1 على 12 أو أقل من مصروفات الموازنة السنة السابقة، تغطي كل المصاريف التشغيلية أو نفقات التشغيلية زائدا المصاريف الاستثمارية المنتهية، الدرعات يسموها ديليفرابل، يسموها يعني خلصانة. هي الخروج من هذه الأزمة أكو قضيتين. هسه احنا ندبر حالنا بالتعاون بين السياسة النقدية والمالية، يعني أكو تعاون، ونعتبر الاحتياطي الاستراتيجي للبنك المركزي هو صندوق ثروة سيادي، يقل معنى هذا. النقطة إذا طالت الأزمة يعني تعدد السنة أو أكثر، العراق يجب أن يعمل على تجاوز نقطة هرمز، والجغرافيا السياسية لهرمز تنتهي، ويجب أن يفتح خطوط في تصدير النفط عن طريق الخط العراقي التركي، واكو نية أن يصدر 2,000,000 برميل، وهذا مهم إذا رجعنا على 2,000,000، زائدا مع خط بانياس، زائدا مع خط العقبة إذا أكو إمكانية. أنا أعتقد هذا إذا طالت قضية الخليج، وبالتالي ينهي موضوع الجغرافيا السياسية ويشتغل جغرافيا اقتصادية فعلا. ما هو نوع الاستثمارات الأجنبية التي يسعى العراق لجذبها، أو الأجنبية أو الخليجية لجذبها في قطاعات غير نفطية؟
لا، اكو نقطة أساسية. أول، العراق يعتبر تاسع بلد في العالم من حيث الثروات الطبيعية وفق التصنيف العالمي، يعني عنده ثروات طبيعية تتجاوز في الوقت الحاضر 17 تريليون دولار يعني، وقابلة للاستثمار. السيليكا، الكبريت، الفوسفات، طبعا كلها رقم واحد يعني بالحقيقة. اكو نية انه نتجه لهذه الاستثمار في هذه الموارد الطبيعية، مع وليس تصدير خام وانما اجراء سلاسل قيمة لها، يعني اعادة عمليات بروسيسنج يعني مولدة للقيمة، وتأسيس شركات قابضة حكومية مع القطاع الخاص مع قطاع المستثمر الأجنبي، ونخلق صندوق ثروة سيادية، يعني عوائدها تروح في صندوق ثروة سيادية يعاد استثماره داخل العراق. يعني أنا أعتقد هاي فرصة مهمة للعراق بهالجانب هذا، لأن هذا عدم النفط بدنا نحكي والغاز هذا. والنقطة الثانية أنه راح ينشأ صندوق للتنمية. دكتور، كيف تقيم الاستثمارات الخليجية بشكل عام في العراق والقطرية بشكل خاص، وما هو حجم هذا الاستثمار؟ نعم، هي بين قطر والإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، هي بين 3 إلى 7 مليار تقريبا يعني سنويا يتدفق استثمارات، يعني بمجالات أنا أحس فيها للتحسس. اكو رغبه من القطاع الخاص الخليجي ان يستثمر بالعراق، لان يعني الحقيقه الجاذبيه اكبر، العوائد اكثر، لكن اللي كان ما يشجع اكثر هو مناخ الاستثمار. فالجاذبيه على الاستثمار وقوه العائد هو افضل من الغرب وافضل من اي مكان بالعالم، لكن لازم يتوفر مناخ استثمار. فعلى هذا الاساس الحكومه العراقيه شكلت المجلس الاعلى للاستثمار لتوفير ضمانات، توفير مناخ جاذب للاستثمار وحامي في نفس الوقت، يحمي المستثمر الأجنبي من أي شيء يعني يسبب ضرر. فرص الاستثمار العالية، كفاءة الاستثمار، قرب الأسواق، وبنفس الوقت حماية مؤسساتية من الدولة. ثمة من يتحدث أن العراق يعيش في ظل التحديات الحالية أزمة مالية كبيرة، ما حقيقة ذلك؟ هي لا توجد أزمة مالية كبيرة، مثل ما قلت لك بسبب الرافعة خلاص. سياسة البنك المركزي بالذات هي تقوم على ما يسمى شيء يشبه التيسير الكمي، بس الحذر، يعني سياسات تيسير كمي انه هو يوفر سيولة للاقتصاد، وتوفير سيولة للاقتصاد هو تحريك مفاصل الاقتصاد، وهي مهمة يعني. وهي السيولة توفر الاقتصاد، توفر المالية العامة في الوقت الحاضر. بس هاي ليست امد طويل، هاي امد يعني نسميه قصير بشكل عام، بأمل أنه الأزمة هرمز تنتهي، يعني ما راح تكون للأبد، إذا الأبد قضية أخرى. هذه الأزمة يجب أن تنتهي إلى أكتوبر إلى آخره. إحنا بهالفترة هاي وزارة النفط الاتحادية تعمل جاهدة أنه تعيد تصدير النفط بالمستويات اللي قبل 28 فبراير أو شباط بالحقيقة قدر الإمكان، يعني مع تركيا، مع سوريا، مع حتى لو بالحوضيات وإلى آخره. فأكو اتجاهين، اتجاه داخلي انه السياسه النقديه داعمه للسياسه الماليه، وهي نجحت نجاح باهر، يعني تنسيق جيد يعني في اداره سيوله الاقتصاد وتسكين الاسعار والى اخره، واكو استقرار نسبي يعني، حذر طبعا. وبنفس الوقت وزاره النفط تعمل على خطوط تصدير بديله لهرمز، يعني كانما الازمه راح تبقى في هرمز واحنا نشتغل على خطوط بديله، حتى اذا انتهت هرمز طاقة التصدير للعراق هي ليست هذه. العراق نهب، ترى في العراق يفترض أن يصدر 6 ملايين برميل وليس 3.4 مليون برميل، بس الصراعات اللي بدت من سنة 80 إلى اليوم أفقدتها حقها بالحقيقة. فحق العراق في التصدير هو 6 ملايين برميل، فأنا أعتقد هذه فرصة أن نستعيد حقوقنا على الأقل 5 ملايين برميل، سواء من الخطوط اللي راح تنشأ هسه، الخط التركي، الأردن مع العقبة، مع سوريا، مع وزائدا الخليج. فلذلك فرصة للتعافي الجيد للاقتصاد العراقي. إذا المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وشكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر.